قبل ما اخش على تركيب لويس لازم اعرفك ان في حاجه اسمها الكترونات التكافؤ. يعني ايه الكترونات التكافؤ؟ بعد ما بوزع اخر الكترونات مستوى الطاقه الاخير او اخر مستوى فيه كم الكترون، لو اخره واحد يبقى ده اسمه تكافؤ واحد او حادي. طب لو اخره اتنين يبقى تكافؤ ثنائي، لو اخره ثلاثة وهكذا. خلاص، يبقى ايه هو الكترونات التكافؤ؟ هي الكترونات مستوى الطاقه الاخير لاي ذره عنصر. اديني مثال يا مستر. وليكن الصوديوم 11 العدد الذري 23. طيب كنا بنعمل النواة موجب ومتعادل، فاكرين طبعا. الموجب اللي هو عدد البروتونات 11، المتعادل اللي هو عدد النيوترونات اللي هي كانت ايه؟ عباره عن الايه ناقص الزد، يعني الكتلي ناقص الذري 23 ناقص 11 12. طيب هوزع الكترونات اللي هي مين؟ 11. وال 11 ده عدد ذري، عدد بروتونات وعدد الكترونات. افتكر يا صديقي، الكي هياخد 2، ال هياخد 8، الام هياخد 1. خلاص، يبقى ده الكترونات التكافؤ هنا ايه؟ 1. خلاص كده. لويس ده عامل تركيب بس نقطي بالنقط لالكترونات التكافؤ. نموذج لويس اقترح فيه نموذج للتعبير عن الكترونات التكافؤ. هجيب العنصر واحط الرمز بتاعه وهجيب عدد الالكترونات، والاول احط عند كل جنب نقطه لغايه ما اخلص الاجناب الاربعه. لسه في الكترونات احط كل جنب نقطه كمان نقطه. خلاص، لغايه ما اخلص كل الالكترونات عندي. النقطه تمثل الكترون. طيب فاضل بقى عندي نقطه من غير توزيع، يعني نقطه مفرده بس، مفرده، يبقى ده تكافؤ احادي. طب لو عندي نقطتين بس مفردتين يبقى التكافؤ بتاعنا هنا ايه؟ ثنائي. تعال نشوفه مثال. مثلا عندنا الاس اللي هو مين يا صديقي فاكر الاس ده تركيب ايه او رمز ايه؟ ده الرمز الكبريت. ال 16 تتوزع ازاي؟ تتوزع 2 8 6، صح؟ ماشي، 2 8 6. يبقى اخرها كام يا مستر؟ اخرها 6. خلاص، تعال بقى نشوفه هنعمل ايه. صلى على الرسول. اول حاجه هنحط نقطه على الجنب الفوقاني. طيب كمان نقطه على الجنب التاني، نقطه مفرده. طيب كمان نقطه على الجنب التالت، كمان نقطه على الجنب الرابع. كده الاربع جناب اكتملوا. كده كم حطيت كام نقطه؟ 4. تمام، ماشي يا مستر. بعد كده جوزت زوج اللي فوق، كده وزعت 5. طيب كده جاي هنا زوجت، كده وزعت ال6 اللي كانوا في اخر مستوى، صح؟ وزعت ال6 اللي في اخر مستوى. فاضل بقى كام الكترون مفرد؟ فاضل الكترونين مفردين. يبقى الكبريت تكافؤه ثنائي. خلاص، يعني هيعوز 2 عشان يكمل 8. يبقى نموذج لويس بوزع العنصر وابص الكترونات مستوى الطاقه الاخير. ماشي يا صديقي؟ ماشي. اجي جايب بقى رمز العنصر الاخير. مثلا في الكبريت كان اخره 6، على الجنب ده احط نقطه ثم نقطه ثم نقطه ثم نقطه. انا كده خلصت 4 من ال6، فاضل 2. ازوج او اجوز، تمام، اعمل ازدواج يعني للنقطه دي وللنقطه دي. كده فاضل عندي كام واحد مفرد؟ 2. يبقى هو ده التكافؤ.